جهزنا كل حاجه. وهو رمضان زينه وفانوس بس برضه يا حاج؟ ماما جت ده هتقتله. امال ايه يا حاجه؟ لسه في القطايف والتمر والبلح والكنافه، ده غير بقى لما يجي العيد لسه في الكحك والبسكوت. حولك اجيب منين ده كله؟ معرفش بقى يا حاج، بس ده موسم بنستناه من السنه للسنه. طب خلاص يا حاجه، نشوف الموضوع ده بعدين. المهم ما تنساش انت يا حاج. الحمد لله مشيت. خد يلا انت هو. ايه بابا؟ قولولي جبتوا فلوس الزياده دي منين؟ امك ادتكم فلوس؟ مين؟ ده احنا رحنا بس نقول لها كانت تطردنا بره البيت. امال عملتوا ايه؟ انا اقول لك يا بابا، انا واخويا كنا عاملين حصوله بنحوش فيها فكسرناها وجبنا الزينه والنور. يا عيني الله عليكم، ما بتبانوش الا وقت الشده. خد ياد. يلا بقى الحقوا جهزوا كل حاجه كده قبل ما النهار يقفل. قشطه ماشي، يلا ياض هات النور. ماشي. احلى كوبايه شاي لبابا حبيبي. الله عليك ياض، بس بتفهم انت برضه. حلوه الاضاءه اللي انتوا عاملينها دي. اي خدمه. اهم حاجه امك ما تعرفش ان اديتك فلوس الحاجات دي. لا من ناحيه كده ما تقلقش، سرك في بير. بس ما تنساش انت برضه عند العيد. ايه رايكم في الطبله الجديده؟ انا اللي هصحيكم طول رمضان. شوف اهو ده بقى مش هيخلينا ننام طول رمضان. لا يا بابا ما تقلقش، من ناحيه المواعيد انا هتفق معاكم واظبط المواعيد. بس انت برضه ما تنسانيش. شوف اهو كمان عاوز فلوس. طب لو كده بقى ما تاخدني تشغلني معاك. لا انا المسحرات الوحيد في البيت، مفيش غيري. انا اللي هصحيكوا طول رمضان. انتوا بتضحكوا ليه؟ انا ما بضحكش على فكره. خلاص اهدى. ايه ده؟ ومين اللي بيخبط ده كمان؟ ايوه مين؟ اهلا يا حاج، انا بواب الفيلا. البواب؟